السلام عليكم. شلون أنظف الفرش ملوتي؟ كل اللي نحتاجه 3 علب. العلبة الأولى حاطة فيها ماي، العلبة الثانية راح أحط فيها مستحضر خاص تنظيف الفرش. قاعدة أستخدم من ماك، تقدرون تستخدمون أي شي، بس أنا استخدمت مال سيفورا وكلش ما كان حلو. الشغلة الثالثة زيت اللوز. زيت اللوز أو زيت زيتون أو أي زيت تحبونه. أعبي العلب بالزيت، طبعا اللي نحتاجه كمية وايد بسيطة. منظف الفرش نحتاج شوي كمية أكثر. غمست الفرشة بالماي، والحين راح احطها في مستحضر مال الفرش مال ماك او منظف الفرش. ارد اشيل المستحضر من الفرشة، وبعدين ننشف الفرشة بالفوطة، ومنها نعرف الفرشة نظفت حيل ولا ظل في بقايا بالفوطة، فنرد نكرر العملية مرة ثانية. لما نخلص نلم الفرشة عشان نحافظ على شكلها ونخليها على جنب عشان تنشف. الحين دور فرشة الايلاينر. فرشة الايلاينر لأن تكون يابسة والجل لاينر اللي فيها نشف، فنحتاج نحطها في الزيت. عادي كل اللي قاعد اسويه قاعدة اضغط بالراس على الزيت او على العلبة، فقاعد يطلع لي المستحضر كله. الحين طالعون مرة مرتين بالفوطة. الحين دور فرشة الكونسيلر او الحمرة، المهم الشغلات اللي تكون فيها كريمية ما تطلع بمستحضر الفرش تنظيف الفرش، فنحطها بالزيت. هني انا حاطة حمرة لونها بنفسجي، فشايفين اللون اللي قاعد يطلع منها بنفسجي، اكيد ما راح يطلع برتقالي.